في ناس جسمها سليم لكن قلبها مريض. مش مرض عضوي ولا عندهم القلب ولا أمراض ممكن تضيع دينك وتسرق راحتك وتخليك عايش حياتك تعبان حتى لو معاك كل حاجة. يا ترى ايه هي الأمراض دي وازاي نعالجها؟ روشتة النهاردة من مسيحية سابقة وأبهرني في الإسلام. ويلا نبدأ الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكتر الحاجات اللي لفتت انتباهي في الإسلام إن الإسلام مش بيهتم بشكل البني آدم إيه أو إيه اللي أنت بتعمله أو بتقدمه، قد ما بيهتم بقلبك الأول. قلبك شكله إيه؟ قلبك بيقدم إيه وبيدي إيه؟ لأن القلب لو صلح صلح الجسد كله، ولو فسد فسد الجسد كله وفسدت معاه أعمالك. عشان كده النهاردة هنتكلم عن أمراض القلوب وإزاي نعالجها. وأول مرض هو الحسد، إنك تتمنى إن النعمة اللي عند غيرك تروح منه. ده مش بيحرق الشخص اللي انت بتحسده، بس ده بيحرقك انت قبل أي حد. طول ما انت باصص للنعمة اللي في إيد غيرك وعمال تتمنى زوالها، انت بتحرق في نفسك وما انتش مستمتع بأي نعمة في إيدك. ممكن تحسد واحد إن عنده فلوس، أنت عندك ولاد، ما تبقاش حاسس بالنعمة، مع إن اللي عنده فلوس يبقى بيتمنى ضفر عيل. أنت بص حاسده ولا إيه؟ مش قادر تبص للنعمة اللي فيه. تبقى حاسد حد على شطارته وما تعرفش هو بيتعب قد إيه عشان يبقى شاطر في مثلا مهنته أو في دراسته، ويبقى أنت عندك نعمة أكبر بس أنت مش قادر تشوفها. العلاج إيه بقى؟ العلاج إنك تدعي لغيرك بالبركة، تقول اللهم بارك، وافتكر إن ربنا هو اللي بيقسم الأرزاق، ورزق حد عمره ما هياخد من رزقك. رزقك جاي جاي، رزقك هتاخده طول ما انت بتتمنى الخير والبركة لغيرك. تاني مرض معانا هو الكبر، إن الإنسان يشوف نفسه أحسن من أي حد. أنا مفيش أجمل مني، أنا جامد، أنا خطير، انا شاطر وذكي ومفيش مني، انا اشطر حد في الدنيا، وانا اغنى حد في الدنيا، وانا احلى حد في الدنيا. الكبر، انك تشوف نفسك اكبر من اي حد. وده النبي عليه الصلاة والسلام قال، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال ايه بقى الرسول؟ قال لك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. شوف ذرة، عندك كبر، حبة كبر قد كده اهو، مش هتشوف الجنة. ينفع؟ مش عايز تشوفها؟ ربنا يبعد عننا الكبر يا رب. علاج بقى الكبر ايه؟ انك تفتكر ان كل النعم اللي انت فيها من عند ربنا سبحانه وتعالى، وان شطارتك وذكائك مش من عندك، دي نعمة ربنا مديها لك وقادر ياخدها منك. جمالك اللي انت شايفة انت احلى واحدة في الدنيا ممكن يزول. فلوسك الكتير اللي مخليك تكبر على الناس ممكن في ثانية ما تبقاش موجودة. شطارتك وذكائك
وممكن في ثانية ميبقوش موجودين. فنحمد ربنا على النعمة، ونفتكر إنها من عند ربنا سبحانه وتعالى، وإنها زايلة، كله زايل. وافتكر إن أصلك تراب وهترجع للتراب. تالت مرض بقى هو الرياء. ربنا يبعده عنا يا رب جميعا، امين يا رب. انك تعمل طاعة قدام الناس عشان يتفرجوا عليك، عشان الناس تشوفك وتقول الله ده مفيش زيه. العلاج ان يكون ليك عبادة محدش يعرف عنها حاجة، بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى وبس، في الخفاء. محدش يعرف علاقتك مع ربنا دي غير انت وربنا سبحانه وتعالى وبس، محدش يشوف. رابع حاجة أو رابع مرض من أمراض القلوب، الحقد. إنك تشيل في قلبك بالسنين من حد، وده هيتعبك قبل ما يتعب. سامح واحتسب الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى. خامس مرض بقى هو حب الدنيا. لما تبقى الدنيا أكبر همنا، كل يوم جدد نيتك وافتكر إن الدنيا دي مرحلة، جزء من الرحلة، لكن الآخرة هي اللي بقية. احنا في رحلة صغيرة كده، وكل اللي انت عايشه ده جزء صغير كده، خلاص احنا هنسيبه. والرحلة الكبيرة بقى اللي هنقعد فيها على طول الآخرة. فخلي الرحلة الصغيرة اللي في الدنيا دي تمر من غير ما تكون هي أكبر همك. طب نعالج بقى أمراض القلوب الكتير اللي أنا قلتها النهاردة في الفيديو دي إزاي؟ أولا لازم نقرب من ربنا سبحانه وتعالى ونقرب من القرآن، لأن القرآن شفاء للقلوب. ثانيا كثرة الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر بيطمن قلبك، بيهدي قلبك، ويبطل يخليك تتشعلق في الدنيا، ويبطل يخليك تبقى متضايق من اللي حواليك وحاقد عليهم، باصص لهم في رزقهم. ثالث حاجة الدعاء. اطلب من ربنا دايما انه يطهر قلبك. رابع حاجة صاحب الناس الصالحة، لأن الصحبة الصالحة دايما هتفكرك بربنا سبحانه وتعالى. خامس حاجة راقب قلبك. كل يوم، كل يوم اسأل نفسك، هو أنا ممكن أكون حسدت فلان؟ هو اللي أنا عملته ده ممكن يبقى كبر؟ هو اللي أنا عملته ده رياء؟ لا، أنا محتاجة أتوب من الحاجة دي. راجع نفسك وقول لا، أنا محتاجة أتوب. افتكروا إن ربنا مش بينظر لصورنا ولا لأموالنا ولا لشطارتنا ولا لذكائنا، لأن هي دي نعم ربنا مديها لنا، لكن بينظر لقلوبنا وأعمال قلوبنا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق والكبر والحسد والرياء، وأن يرزقنا قلوبا سليمة نلقاه بها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولايكات كتير وكومنتات كتير. وما تنسوش دي مش نهاية الفيديو، دي بداية الرحلة، وبكرة رحلة جديدة إن شاء الله. أشوفكم على خير.